عليكم ناس الخير وبنات الخير ولاد الخير كذلك، اللي كيشوفونا عيالات ورجال. كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبصحه جيده نتوما الوليدات والعائله ديالكم كاملين. كيف ما كتشوفوا الفيديو ديالنا ان شاء الله جديد، كنتمنى ان شاء الله يلقاكم على خير. واهم شيء دائما كنقول هي الصحه، لحسك تحافظوا على صحتكم هي كل شيء. اول شيء بعدا قبل ما تشوفيني اولا تابعي هذا الفيديو، صليتي صلاتك هي الاولى. اهم من هذا الفيديو اللي غادي تشوفي كملي صلاتك انت خويا ولا انت اختي، وجيو عاد باش نرجعوا نشوفوا الفيديو. اليوم الوصفه ديالتنا ان شاء الله اللي غادي نحضروا مع بعضياتنا، غادي نحضروا عندك لاله محمص. الوصفه ديالنا بسيطه اليوم، هي غادي نحضروا الحمص بطريقه طريقه زوينه وكتجي لذيذه ويعني وبسيطه. كنتمنى ان شاء الله هاد الوصفه تعجبكم وتجربوها حتى نتوما. ولا عجبكم الفيديو كيف العاده ما تنساوش اللايك الفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد باذن الله. يلا هلا ندوزو نحضروا هاد الوصفه، ما تمشيو فين وبقاو معايا الى اخر الفيديو. بسم الله. كيف ما كتشوفوا هنايا غادي ناخذوا 2 كيسان ديال الحمص، 2 كيسان ما يعادل 250 غرام. ملي كتشوفي الطريقه كي دايره اولا كتعجبك الوصفه الا بغيتي تضاعفي الكميه راه كتضاعفيها. وكنضيفوا عليها هنايا الكميه ديال الكافي، الماء الكافي ديال اللي غنضيفوا عليه يكون طايب مزيان باش نسرعوا هذاك السرطاب يرطاب لينا. كنا باغيين نوجدوه في نفس النهار، يعني ساعتين يكون واجد لينا. كنضيفوا عليه الماء طيب. الا كنتي غادي تخليه 12 ساعه الليل كامل، يعني غادي هكا يرطب على خاطره. كنا نخليوه حتى كيرطب لينا ومن بعد كنسلقوه. ملي كنسلقوه ما كنضيفوش عليه الملح باش الحمص يبقى لينا رطي، يعني لا كيقصح وما كيبغيش يطيب لا ضفتو الملح في الاول. كناخذوه بعد ما طاب لينا الحمص سلقناه، يعني كنسلقوه بحال غادي نسلقوه بوحدو بالماء فقط. غادي ناخذوه غادي نصفيوه اولا غنزولوا منه داك الماء ديالو. كيف ما كتعرفوا الماء ما كنرميوش، لان الماء ديالو كنستعملوه بزاف الاستعمالات. كنستعمليه في هذا تسقيب الحبيقات، كنستعملوه كنحضروا به حتى الكريمه وكتحضري به حتى الكريمات بالنسبه للوصفات ديال الوجه. صافي هكا ملي صفينا البيض عفوا صفينا هذا الحمص ديالنا، غادي ناخذوه وغادي نبداو نضيفوا عليه المواد اللي بغينا نضيفوا عليه. غادي نضيفوا عليه هنا البيض، غناخذ البيض وغادي نضيفوا عليه. في الاول غنضيف البيض، ثاني البيض كيبقى على حسب كميه البيض، كتبقى على حسب كميه الحمص شحال عندك ديال الحمص. هنا ضفت تقريبا 3 البيضات على حسب هاد الكميه ديال 250 غرام. ضفت 3 البيضات. غادي ناخذهم وغادي نطربهم. غادي هكا اما كديريهم في الطراب، يكون عندك هكا الكاس اولا حاجه تحطيه في الكاس كلشي، اولا كتاخدي هاد الطراب هذا المكسور وكتطحني به الحمص حتى كنحصلو كنبقى نطحنوه حتى كنحصلو على كريمه. انا راه كنهضر وكنعج. صافي غنستمر على الطريقه حتى كنحصلوا على كريمه. قد ما كان الحمص طري طيب لينا مزيان كيسهل علينا الطحين، يعني كتطحن لينا بسرعه. صافي كنحصلوا كيف ما شفتوا كنحصلوا على هاد الكريمه هذه على هاد الشكل. من طبيعه الحال كنزولوا الفائض دائما اللي كيكون عندنا، ما كنرميو حتى حاجه. وهنايا غادي نضيفوا المواد اللي خاصنا اللي غادي نزيدو. هنا غادي نضيفوا من طبيعه الحال غنضيفوا هنايا الملحه، لاننا ما ضفناش الملح في ملي سلقنا الحمص. ثاني الملح الكافي وغنضيفوا الابزار. هنايا ضفت الكمون، ضفتو حبوب كيف ما يمكن لك تضيفيه حبوب اولا تضيفيه هكا تضيفيه مطحون، لك الاختيار هنايا اللي بغيتي. كيجي هكا في هاد الوصفه كيجي مقرمش، بغيتي يكون عندك مطحون وتضيفيه مطحون كذلك هكا مزيان. صافي كنخلطوا الكل مع بعضياتو. هنا ضفت الابزار، هنا الثوم، هنا الثومه اللي ضفت ثومه هكا بودره.
كانت عندك حتى الثومه طريه كتحكي هاد الثومه الطريه كتضيفيها وكتحكيها. هنا درت تحميره اولا بابريكا لهنا، هادي درت انا شويه حاره، هادي ماشي الحلوه، يمكن لك تضيفي الحلوه. هنا درت بصله محكوكه ودرت المعدنوس. انا درت المعدنوس بوحدو، يمكن لك تضيفيه هنا كنعطيك خصيه، يمكن لك تضيفي القزبر والمعدنوس بجوجهم. صافي كنخلطوا الكل مع بعضياتهم حتى كينسجموا لينا جميع العناصر. وكنضيفوا هنايا الدقيق ولا شابلور. في بلاصه الدقيق يمكن لك تضيفي هذا النشا ولا مايزينا. كيف ما كتشوفوا هنا بعد ما خلطنا جميع العناصر ديالنا على هذا الشكل، غادي ناخذ انا هكا ونخلطه جيدا باليد يكون احسن. غادي نخلط المكونات مزيان. كيف ما كتشوفوا بعد ما نسجموا لينا غادي ناخذ هنا نشكل فيهم كويرات. غادي نبدا ناخذ الخليط ديالنا على هذا الشكل هذا ونديرو كويرات على حسب الحجم اللي بغيتو كل واحد والحجم اللي بغا. صافي نتكاو عليهم بحال هكا على هذا الشكل هذا وكنحطوهم في صحن. حتى كنكملوا الكميه كامله. كيف ما قلت لكم هاد الخبيزات كيبقاو على شكل على الحجم اللي بغيتو على هذا الشكل هذا. صافي كنستمر حتى كنكمل الكميه ديالي كامله اللي عندي ديال هذا الحمص هذا، عجين الحمص اولا كفته ديال الحمص ولا على شكل كذلك فلافل. صافي كنستمروا هكا حتى كنكملوا. كنخليهمش يجيو غلاظ بزاف باش هكا كيطيبوا لينا حتى من الداخل، علاش كنجلسوا عليهم شويه. كيف ما كتشوفوا حنا كملنا الكميه اللي عندنا. عفوا قلت لك كملنا الكميه كملنا على هذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا بعد ما كملنا هاد الكويرات اولا الخبزات الكريسات صغارين ديال الحمص اولا الفلافل، غادي ندوزو نسخنوا الزيت باش نطيبوهم وغادي نوضعوهم في هاد الزيت هكا بهذا الشكل. كنديروها على نهار مهيله هكا باش يطيبوا لينا حتى من الداخل. تحمروا لينا من تحت، غادي نحاولوا نقلبوهم. كنخليهم كما قلت لكم على نهار مهيله هكا باش يطيبوا لنا حتى من الداخل. علاش قلت لكم نديروهم رقاق باش يطيبوا لنا من الداخل، حيت حنا ديجا دايرين فيهم الخميره غادي نخمروا. كيف ما كتشوفوا بعد ما تحمروا لينا هاد الخبيزات ولا هاد الفلافل ديالنا غادي نزولوهم. غادي نستمر حتى غنكمل الكميه كامله. ملي كنزولوهم كنوضعوهم فوق الطابي ديال الكوزينه ولا باش هكا الزيت. هادو اصلا ما كيشربوش لينا، ما كيشربوش الزيت، لكن داك الفائض اللي باقي فيهم باش ينزل لينا في هاد الطابي. انا غادي نستمر حتى نكمل الكميه كامله عندي.
عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلي لايك الفيديو وشي تعليق محفز تحت الفيديو، وتقولوا لي كيف جاتكم هذه الوصفه. وشكرا لكم دائما على المشاهده، والى اللقاء مع وصفه قادمه باذن الله. خليتكم في امان الله، الى اللقاء.